وادي الفراخ اهي بعد ما غسلتها كويس قوي ونقعتها في ميه وملح وليمون وحبه سكر صغيرين. هسيبهم كده انقعهم شويه عقبال ما اقشر حبه توم يعني، عشان خاطر هنبتدي بقى ايه نسوي الفراخ. عايزه اقول لكم بقى امبارح كنت تعبانه ومكنتش قادره اعمل اكل، فبعدين قلت لابني اتصل هات لنا فرخه ونص، لان احنا ست انفار يعني، فكل واحد هيبقى ربع فرخه حلو جدا يعني. فابني بيتصل قال له الفرخه والنص عاملين بيت ديليفري بالمواصلات يعني لحد البيت، عاملين 1000 سوري عاملين 887 جنيه، يعني داخلين في 900 جنيه. انا طبعا اول ما سمعت الرقم ده لا قلت له لا وقف ستوب خلاص الغي الاوردر، احنا مش هناكل فراخ مشويه. ورحت اتصلت ساعتها السوبر ماركت اللي جنبنا، طبعا هو بيبيع صدور فراخ بس بالعظم بتاعها عامله 140 جنيه، يعني هي كيلو الا حاجه. فرحت خدتها طبعا وخليتها وظبطتها وعملت لهم ستريبس وبطاطس محمره وخيار وطماطم، والدنيا كانت زي الفل، وعدينا اليوم ب 140 جنيه احسن من ان انا اجيب فرخه ونص. ويا ريتهم بيبقى طعمهم حلو، لان المطاعم عندنا في الغردقه يعني بصراحة ما تاخدش غير ازيد من 2 أو 3 من 10. معظم المطاعم، مش مطاعم كلها عشان ما اظلمش المطاعم برضو، بس كده. فطبعا لما لقيت سعر الفرخه ونص داخلين على 900 جنيه فقلت لا حرام يعني، لا حتى لو تعبانه هتك على نفسي. وعملت لهم فعلا امبارح ستريبس وبطاطس وخيار وطماطم وحبه مخلل كده والعيش، كانت الدنيا حلوه وكانت لذيذه وما فيش اي حاجه، ما فيش اي مشكله يعني. مش شرط نجيب يعني الحاجات اللي هي الغاليه دي، او ويا ريتها يعني تستاهل بصراحه يعني. معظم المطاعم ما بتستاهلش هنا، واللي عايشين في الغردقه عارفين الكلام ده كويس قوي. طبعا زي ما انا قلت لكم ان هي كانت صدور الصدور كانت عامله بالعظم، يعني الصدور بالعظم. فطبعا انا خليت العظم والجلد والكلام ده ورحت سلقته لزئرده. هتقولي مين زئرده؟ زئرده ديت قطه بتيجي تنط تقعد عندي شويه في الجنينه، فبتصعب عليا جدا. فانا كل يوم يعني ايه اي حاجه عندي بطلعها لها، ولما بلاقي عندي حاجات زي كده هو عظم زي كده انا بسلقه ليها وباكله لها. ويعني احنا كده اكلنا واكلنا زئرده معانا. بس كده دي قصتي امبارح كانت مع الفراخ المشويه. ويلا بينا على ايه المرحله اللي جايه ان شاء الله هنعمل بقى الفراخ. كده بقى حطيت الحله على النار، انزل بالزبده على طول كده اهو، وبعد كده هنزل بالبصل، وبعد كده هنزل ب3 4 فصوص توم، وابتدي بقى كده اقلب لحد ما ريحه الثوم تطلع معايا بالشكل ده. هي لسه طبعا ريحه الثوم لسه ما طلعتش، والزبده برده لسه يعني لسه ما ساحتش. هبتدي بقى اقلب كده اهو، واول ما ريحه الثوم تطلع انزل بالفراخ على طول. بص بقى كده ريحه الثوم طلعت، اول ما ريحه الثوم تطلع بالشكل ده انزل بقى ايه بالفراخ. طبعا الفراخ غسلتها زي ما انتم شفتوا كده ونقعتها كويس، وانزل بقى كده بالفراخ كلها. وطبعا الزور ده مفيش حد بياكله، احنا هنسلقه الزئرده معانا. هنزل كده بالفلفل الاسود، مش هكتر فلفل اسود عشان برضو ايه ما متغمق الشوربه شويه. وهنا معايا ورق لورا او ورق الغار، وكمان حبهان مطحون، الاتنين طحنهم مع بعض. انا بطحنهم مع بعض بيبقوا حلوين جدا. انزل بقى بيهم كده يعني نص معلقه صغيره جدا. واخر حاجه هنزل بطماطمايه مبشوره، وهحاول على قد ما اقدر اقلب الفراخ، بس هنا الفراخ كبيره شويه فانا مش عارفه اقلبها شويه كده. هقلبها وارجع لكم. هحاول اقلبها على قد ما اقدر. بعد كده هنزل عليها بالميه. وهنا بعد ما الفراخ كده قعدت لها حوالي 10 دقايق كده مع بعضها مع الثوم والبصل، انزل عليها كده بالميه السخنه
والميه لازم تكون سخنه، كلنا طبعا بنعمل كده. بصوا انا عايزه اوريكم الشوربه عامله ازاي من قبل ما تستوي، من قبل ما الفراخ حتى تستوي. شايفين لسه الفراخ طبعا لسه نيه ما استوتش، وشايفين لون الشوربه عامل ازاي، لونها خطير. تخيلوا بقى لما تستوي بقى وشوفوا لونها وطعمها بيبقى حكايه. الطريقه دي دايما انا معتمداها في الطيور والارانب، يعني دايما انا بعمل الطريقه دي، بعمل الثوم والبصل واقلبهم كده ياخدوا تشويحه كده على النار، وبعد كده انزل باللحوم، بس مش اللحوم كلها، يعني الطيور والارانب. دايما انا بعتمد الطريقه دي دايما في الشوربه بتاعتهم، بتبقى طعمها حلو جدا. جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا جدا وهتعتمدوها على طول. هنزل بقى بباقي كميه الميه، ونسيب الفراخ بقى تستوي مع نفسها كده، ونشوف الخطوه اللي بعدها. شايفين بقى، شايفين كده الشوربه لونها عامل ازاي، لونها خطير. انا كده الفراخ استوت معايا وطلعتها، دلوقتي هوريها لكم. ادي بقى الفراخ بعد ما سلقتها، ودوت معلقتين كاتشب على معلقه صغيره عسل اسود وحبه فلفل اسود وحبه ملح وكمان معلقتين زيت. هقلبهم كلهم كده ببعض، اعمل لهم خلطه كده. الخلطه دي جميله جدا. الخلطه دي بقى انا بعتمدها في كل حاجه، في اللحوم عامه كلها، اللحوم الحمراء، اللحوم الطيور، كل حاجه بصراحه تبقى حلوه جدا. وخصوصا بقى في اللحمه الضاني لما بنيجي ندهنها، يعني بتبقى طعمها جميل جدا. والفراخ طبعا بتبقى حلوه جدا. امسك بقى كده الخلطه دي كده، وايه، ابتدي بقى ادهن كل الاماكن. بعد كده احطها تحت الشوايه حوالي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير على حسب الشوايه اللي عندكم. جربوا بقى الخلطه دي، جامده 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 وطعمها حلو جدا. ممكن تحطي صوص باربيكيو بدل الكاتشب اللي متاح عندك، بس بصراحه الخلطه دي جميله جدا. جربوها على ضمانتي، في الطيور، في اللحوم، في كل حاجه بتبقى حلوه جدا. وادي الفراخ كمان اهي، هنحطها بقى تحت الشوايه بعد ما دهنتها. شايفين دهنتها ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا، تحفه. يلا نحطها بقى تحت الشوايه على 5 دقايق واوريها لكم بعد ما تطلع. ادي الفراخ اهي، ما شاء الله طعمها، هي طعمها بيبقى حلو، لسه احنا لسه ما دقناهاش بصراحه يعني، بس هي صراحه الخلطه دي بتبقى طعمها يجنن بجد. جربوها هتعجبكم جدا. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله، والله الكاميرا فعلا ظلموها قوي. وهنا بقى خلاص كده خلصت. انا طبعا ما رضيتش اجيب الملوخيه، انا عملتها معاكم كذا مره. وطبعا الشوربه اهي زي ما انتم شايفين، والملوخيه. وطبعا ما رضيتش برده اجيب لكم الرز اهو، مش عارفه بقى هتشوفوه ولا لا، اهو تمام. طبعا عملت الرز معاكم قبل كده، وعملت معاكم الملوخيه برده قبل كده. هوريكم بقى، ما عملتش معاكم قبل كده لسان العصفور انا بسويه ازاي، هوريكم هعمل فيه ايه. حطيت بقى كده حته زبده، وبعد كده هنزل بحبه لسان عصفور، يعني قد ربع كوبايه ونص كوبايه على قد ما انت حابه. تمام. وابتدي بقى ايه، اقلب بقى في لسان العصفور ده لحد ما ايه، ياخد معايا لون ذهبي. وبعد ما لسان العصفور اتحمر بالشكل ده بقى لونه ذهبي، هو ده اللون اللي انا عايزاه، هعمل ايه، هجيب الشوربه وانزل على لسان العصفور. كده هو، واسيب بقى لسان العصفور يستوي تماما. واول ما يستوي تماما خلاص كده ارجعه بالحله الشوربه، ويبقى كده شوربه بلسان العصفور. دي الطريقه بتاعتي اللي انا بعملها دايما. وكده لسان العصفور خلاص ابتدى يستوي خلاص، او يعتبر استوى. هحطه بقى في الحله بتاعت الشوربه دلوقتي. وادي السلطه البلدي عشان خاطر عيون اللي بيعمل دايت عندنا. بس كده، ودي سفرتنا النهارده، رز بالشعريه وسلطه خضراء وملوخيه وشوربه بلسان العصفور والفراخ الخطيره دي. وطبعا ما ننساش الجرجير، عملنا الجرجير اهو، غسلناه وظبطناه.
شايفين بقى ما شاء الله اكل يجنن جدا، وعملناه في سرعة وفي فترة قياسية وخلصنا الحمد لله وانجزنا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وباي باي.